التوجيه الدائم. التوجيه امتى بيبقى صحي؟ لما انا اطلب منك اسالك انا هعمل ايه او محتاج ايه. لكن التوجيه الدائم ده اللي بيبقى فيه مشكله كبيره. شخص مسيطر وعاوز يسيطر على تصرفاتي باي طريقه، وطبعا التصرفات دي بيسيطر عليها هي لمصلحته بس. يعني تخدم اغراضه، تخدم توجهاته. يعني البس ده ولا ده لا، عشان مثلا هي مش عاوزاه يبقى شكله حلو قدام الناس، هي مش عاوزاه يبقى ملفت مش عشان هو وحش. او العكس، البس ده ولا ده لا عشان انا مش يعني ما بيتقالهاش حتى انا بغير عليك، لا 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 وحش جدا. هو مثلا، فهو بيبقى توجيه، وكمان توجيه بطريقه بايخه. يعني مش بيتقال الحقيقه اللي انا بوجهك عليها، فده شكل من اشكال التوجيه. بس عموما التوجيه الدائم ده في حد ذاته بتخلق العلاقه. انت مش ابويا ولا انت امي، وخصوصا بقى لو الموضوع ده جاي من الست. طول الوقت مطالب مني اول ما اقعد اتكلم معاها الراجل، اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، وانت ما عملتش كذا، اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا. انت مش امي. فانا لو عاوزه حتى اروح احكي من باب الفضفضه، هو نتيجتها هيكون في سلسله توجيه مبالغ فيه. اللي هيحصل ان انا مش عاوزه اسمعه. من ضمن المشاكل مثلا اللي كانت بتجيني، وعلى فكره، عشان انا مش بطلع اسرار الكلاينت عندي من العياده او العملاء من العياده، احنا بنقول حاجه شبه ده. يعني بحب بجيب لكم قصه بشكل قريب من الحقيقه، لكن ما بتبقاش هي بالظبط يعني. فال من ضمنها مثلا ان حد هات لي ده، ناولني الكوبايه، شيل الولد، تعالى لي المطبخ، تعالى. اوردر 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 اوردر. الحياه عباره عن اوردر. الحياه عباره عن هو بتتعامل معاه كانه مكنه. ونفس القصه، حاجه برضو علاقه تانية شبهها، هو هاتي ده، اعملي الاكل، شيلي الاكل، ودي سوي. اوردر 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 اوردر. هو طول اليوم عنده سلسله اوردرات. فبتبقى العلاقه، هي بتتصل بيه او هو بيتصل بيه، اعملي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، او اعمل واحد اتنين تلاته اربعه خمسه. حتى ازيك عامل ايه بايخه، مش طالعه من القلب. ازيك عامل ايه مش باينه في القصه. هي الحياه عباره انت موجود في حياتي عشان تعمل لي واحد اتنين تلاته اربعه، او انت موجوده في حياتي عشان تعملي واحد اتنين تلاته اربعه. لكن مفيش مشاعر، مفيش حتى طريقه فيها تقدير. هو الموضوع بيتعامل على انه فرض. ولو فتحت بقك او فتحتي بقك هتلاقي اسطوانه قلب الترابيزه اللي احنا قلنا دي مسؤوليتك، او دي مسؤوليتك، انت المفروض تعمل كذا، انت شايف فلان بيعمل ايه. ونخش في سلسله من السلسله اللي هنخشها المره الجايه في الحاجات اللي بتخلي العلاقه تموت اكلينيكيا. من ضمنها التوجيه الدائم. لو انت بتعمل ده وقفه فورا، سواء في علاقتك مع شريكك، سواء في علاقتك مع اصحابك، سواء في علاقتك مع اي حد. لان شويه والناس بتنفر، متبقاش قادره تديلك. ولو عملت لك اي حاجه فعلا بتعملها من وراء قلبها، مش بتعملها بحب. في الاخر العلاقه بتبقى وحشه قوي 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 قوي. وقف الاوردر الدائم.